الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 2-0 بهدفين للعيبه زملكاويه سابقين، اشرف بن شرقي من صناعه زيزو، وزيزو ضربه جزاء الهدف الثاني. ومباراه صعبه طبعا على النادي الاهلي، وخصوصا من قبل كده واحنا عارفين، او رئيس الاتحاد كان بيتكلم على انه هيدي مكافآت خاصه للعيبه حوالي 50,000 جنيه تقريبا في حاله الفوز على النادي الاهلي. فرجاله النادي الاهلي ومدربين وجهاز الفني عارفين انهم داخلين على مباراه مش سهله، وبالتالي النادي الاهلي يقفل الجبهه اليمين، وكانت دايما مخترقه بتاعت محمد هاني، راحت ضربه منه الجبهه الشمال بتاع كوكا اللي جه منها جون، وجون تاني بعديه كان المفروض يخش بتاع كريم الديب. وبالتالي انت ما تفهمش خط الدفاع فيه ايه. فريق النادي الاهلي غير متجانس، خط الوسط قوي جدا، خط الهجوم مقبول الى حد ما، وفي نفس الوقت خط الدفاع تقريبا لا يتناسب مع الخطين خالص. يعني فريق مشكله كبيره جدا بيقابلها النادي الاهلي. اهم مكاسب النادي الاهلي انه بس عدى بالثلاث نقط وكسب وتصدر الدوري، فقدم مباراه كويسه. النادي الاهلي بيلعب شوط اول كويس جدا جدا، رتم عالي، سرعه. بدا من المباراه اللي فاتت بتاعت ايجل البورندي، بدا يلعب على اساس ان هو لمسه ولعبه لمسه ولعبه، بيسرع الريتم، فده ضغط بدني عليه. مع الشوط الثاني بيكون المجهود البدني وقع، فبتلاقي الاداء والريتم قل شويه، فبيتم السيطره عليه وبيقدم شوط ثاني دايما بيكون مش احسن حاجه. عنده كمان لعيب كويس جدا زي ياسين مرعي، خامه مبشره، خامه قويه جدا، وهيكون موجود غالبا في منتخب مصر قريب. لعيب بيطلع بالكره من تحت كويس جدا، الكرات الطوليه بتاعته اللي بتكسر الخطوط وفي ظهر المدافعين كويسه جدا، وبالمقاس على المهاجمين. المهاجم بقى استلم ما استلمش ده موضوع ما يفرقلناش. الجديد بقى في النادي الاهلي الجبهه اليمين فيها تجانس قوي جدا وملحوظ، والتجانس ده جاي بين ان موجود في ثلاث لعيبه، لعيب الكوره محمد هاني باك يمين، الجناح زيزو، ولعيب خط الوسط اللي بيمال عليهم هو واحد زي محمد علي بن رمضان. الثلاثه لعيب الكوره بيعرفوا، بداوا يتجانسوا مع بعض، يفهموا اماكن بعض، يفهموا بعض من الفتره اللي لعبوها مع بعض. خلاص كده بدا التجانس يبان، على عكس الجبهه دي زمان او قبل كده، او ارجع للموسم اللي فات حتى، كان بيبقى فيها حد زي في وسط الملعب اكرم توفيق او ديانج بعد ما رجع من السعوديه، ومعاه محمد هاني وطاهر. الثلاثه في ناس زي بيسموها كده في الكوره رزيع الكوره، ناس يعني اكرم في وسط الملعب، وواحد زي اليو ديانج، دول لعيبه مركز 6 دستروير فقط لا غير. في النص اللي قدام ضعاف، مش ضعاف بدنيا لكن هم ككوره قليلين شويتين. فبالتالي محمد هاني الثلاثه مع بعض بيقدموا مستوى مش موجود، حتى طاهر محمد طاهر مفيش. لكن تظل الجبهه اليمين للنادي الاهلي كلها بتلعب عرضيات. ليه؟ لان مفيش انسايد وينجر يلعب بشماله زي اخوان الفينا اللي في نادي الزمالك اشول، او مصطفى فتحي في بيراميدز يدخل بشماله ويبدا يخترق الجبهه، فبيحصل اختراقات قليل جدا زي ما حصل في الهدف اللي سجله محمد هاني في ماتش ايجل اللي فات. اما غير كده معظم لعبها عرضيات. الجبهه الشمال هي اللي دايما بتخترق عن طريق مهاره اشرف بن شرقي وواحد زي تريزيجيه، وظهر الكلام ده في اكتر من كوره النهارده، اختراق لاشرف بن شرقي مع تريزيجيه ويوصلوا بكوره للمرمى. فدي اهم مميزات النادي الاهلي اللي لعب عليها النهارده. لكن في الاخر هتبص تلاقي فيه مشكله جدا كبيره في النادي الاهلي في خط الدفاع. خط الدفاع عنده مشاكل كتيره جدا، اهمها الجبهه اليمين، ودي اللي جه منها الجون النهارده، وبسبب حاجتين. كوكا كان تصرفاته مش احسن حاجه، هجوميا مش قوي قوي، وكمان دفاعيا بيتساب لوحده كتير من اشرف بن شرقي، وخصوصا الشوط الثاني، لان اشرف بن شرقي الشوط الثاني ما رجعش خالص. الجون لما تبص على الجون هتلاقي خط وسط النادي الاهلي ضاغط لقدام، بيحلق الكره، اتلعبت شيب باص عادي جدا، يعني مفيش ضغط على اللي لعب الكره، اتلعبت في ظهر خط الدفاع وفي المساحه اللي ما بين خط دفاع الاهلي وخط هجوم خط وسط النادي الاهلي. المساحه دي كلها ما بين الخطين الدفاع والوسط دي استلم فيها لعيب نادي الاتحاد براحته، واصبح رايحين 2 على 1، واحد زي كوكا ما بقاش عارف يعمل ايه. بس برضه تصرف غريب، كان ممكن يستنى شويه او حتى يطلع يقابل بشكل يعني افضل من كده، انه يقف ما يزحلقش، لانه وقع غريبه شويتين، اتلعبت الكره في ظهره، اضطر ياسين مرعي يروح يقابل الراجل اللي جات له الكوره، فظهرت مساحه رهيبه كبيره جدا ما بين ياسين مرعي وياسر ابراهيم، استغلها بقى مهاجم على ياسر ابراهيم، بقى 1 على 1 في المساحه دي، اتلعبت بالعرض، الراجل سبق ياسر ابراهيم حط الكره في الجون. بعدها جت الكره اللي بعدها لما تشوفها طويله ملعوبه قدام اشرف بن شرقي، مش عاوز يمد رجليه ومش قادر يمد رجليه على الكوره، فاتلعبت بالعرض، راحت كريم الديب، كانت توأم الجون، الكوره جت جنب العارضه لاجل حظ النادي الاهلي. ومن حظ النادي الاهلي ان الماتش كان 2-0 قبل الجون بقى 2-1، ولذلك لو كان الجون بتاع زيزو اللي جابه من ضربه جزاء جاي قبل جون الاتحاد بحوالي 3-4 دقائق تقريبا او اقل كمان، لو كان الكلام ده اتاخر شويه
والجون بتاع الاهلي ما جاش الاولاني الثاني اسف، وكان مضطر انك انت 1-0 جه الجون بتاع الاتحاد، كان ماتش اتعقد جدا على النادي الاهلي. فبالتالي انت عندك الجبهه الشمال عامله مشاكل كتيره جدا جدا للنادي الاهلي في المباراه دي، ودي حاجه جديده لسه برضه هنشوفها وهنشوف الدنيا ازاي. طبعا الراجل تغلب عليها بالتغييره بتاعت واحد زي عبد القادر لما نزل بدا يرجع شويه، لسه نازل فريش بيجري بيتحرك، نزل بيدافع شويتين، والاهم انه كان ليه ادوار هجوميه كبيره جدا بيشد الفرقه اللي قدام. لما نزل هو عمر كمال عبد الواحد اللي نزل كجناح برغم انه ما عملش اي شيء، لكن نيه الراجل انه ينزله كجناح يشد الفرقه اللي قدام شويتين بدل ما هي قاعده كده، ويبدا يخف الضغط على الجبهتين يمين وشمال وخصوصا ناحيه الشمال. فبدا واحد زي عبد القادر في خط او في الفتره اللي هي كان بيهاجم فيها شد الفرقه كلها لقدام، اضطر فريق الاتحاد الجبهه اليمين بتاعته اللي كانت بتهاجم النادي الاهلي عند كوكا بدات ترجع لورا عشان تقفل الجبهه اللي فيها اختراق من ناحيه عبد القادر. ده كان بالنسبه للجبهه الشمال. في تاني مشكله بالنسبه لخط الدفاع وهي عدم التجانس بين السنتر باكين ياسر وواحد زي ياسين مرعي. الاثنين في كوره شفناها بتاعت العارضه او اسف اللي جابها الشناوي صدها من على خط المرمى من ركنيه، اثنين لعيبه من فريق الاتحاد في وسط لعيبه الاهلي كلهم، والسنتر باكين كل تمركزاتهم كانت غلط. غير كده كمان الكره اتلعبت طوليه لحد زي المهاجم فادي يعني بتاع الاتحاد، الراجل راح ضغط عليه ياسين مرعي وسبقه وخد الكوره وحجز عليه ولف بيه، والمفروض انه لسه هيطلع الكوره اتفاجئ بياسر ابراهيم جاي من قدامه هو اللي هيشيل الكوره، فراح واحد زي ياسين مرعي اضطر يقف، وياسر ابراهيم ما عرفش يسيطر على الكوره، توازنه اختل، ما تفهمش ايه اللي حصل، راح سابقه فيها المهاجم فادي وراح لطش الكوره في ايد الشناوي. لولا ان توازنه اختل شويتين كانت الكوره دي ممكن يكون فيها جون، ولولا تمركز الشناوي كان صح جدا كانت الكوره فعلا كان فيها جون وكانت بقت مشكله. غير طبعا شويه لعيبه زي مثلا حد زي عمر كمال عبد الواحد، ما اعرفش ايه مشكلته مع النادي الاهلي، وجوده فيه مشكله ازمه من بقاله فتره طويله جدا ما بيقدمش كوره، لاعب النهارده كجناح عشان يشد الفرقه لقدام لكن ما فيش اي فايده. فده كان كل مشاكل النادي الاهلي في المباراه. الحكم يقال عليه علامات استفهام، الانذار اللي اداه لكوكا وجهه نظري الشخصيه ان ما كانش فيها فاول اصلا، وطلع اكتر من حد من خبير تحكيمي قال انها مش فاول، وبالتالي اعتقد ان هو حاول يعالج الغلطه اللي غلطها ديت في انه طرد واحد زي كوكا في انذار تاني، لما طرد حد زي كريم الديب من الاتحاد في انذار تاني عشان الاعتراض، وانا شايف انه الاعتراض كان عادي جدا ما فيش اي شيء. فانا حاسس ان هو بيعالج الخطا بخطا، وده اسوء. يعني انت كده بدل ما غلطت غلطه واحده في المباراه بطردك لواحد زي كوكا، فبقت عندك غلطتين مع كوكا ومع كريم الديب، فانت كده بالنسبه لك لو تقييمك مثلا كان هيبقى 10 من 10 فبقى 8 من 10 على غلطتين انت اللي خلقتهم منك لنفسك ما اعرفش ليه. فده كان كل حاجه معانا في المباراه النهارده، وسلام.